سماحة الشيخ، نحن اليوم نشهد ذكرى استشهاد مسلم ابن عقيل عليه أفضل الصلاة والسلام، فيرجى أن تبين نسب الإمام وكذلك تبين لنا ميلاده وعمره المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام عن سيدنا مسلم بن عقيل كلام كثير ما يقف عند أحد. مسلم بن عقيل ابن أسرة طاهرة كريمة، هذه الأسرة يرجع نسبها إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، إبراهيم خليل الرحمن. وهاي الأسرة هي عبارة عن أسرة إلهية في الواقع، وتتوارث الكمال كابر عن كابر. طبعا هاي الأسرة مو على طبقة واحدة ولا على درجة واحدة، وإنما على طبقات متعددة وعلى درجات متعددة. بعض أبناء هذه الأسرة من المعصومين مثلا، مو فقط الإمامة، مثل رسول الله صلى الله عليه وآله هو ابنها، بالنتيجة هو صح سيد هذه الأسرة، لكنه أيضا يرجع لإبراهيم الخليل. نبينا صلى الله عليه وآله يرجع لإبراهيم عن طريق إسماعيل. فمثلا سيد هذه الأسرة هو رسول الله محمد سيد الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وآله. مثلا السيدة الزهراء عليه السلام أمير المؤمنين، الأئمة الأطهار، ذولا كلهم أبناء هذه الأسرة الكريمة، ولكن بدرجة عالية جدا، درجة العصمة المطلقة. ايش تعبر؟